الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل فلله الحجة البالغة. بداية أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الأيام المباركة، ذكرى يوم الغدير، عيد الله الأكبر الذي مر علينا قبل يومين أو ثلاثة، والأيام المباركة التي نعيش فيها أو التي سنذكر مناسباتها. هذا الأسبوع هو أسبوع الولاية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الرواية عن سدير عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام يقول: قلت له: جعلت فداك، ما أنتم يعني الأئمة عليهم السلام أهل البيت، ما أنتم؟ قال: نحن خزان علم الله، ونحن تراجمة وحي الله، ونحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض. في هذه الآية المباركة الله عز وجل يبين أن الله عز وجل له الحجة على الناس. قل فلله الحجة البالغة. الله عز وجل يحتج على العالمين، ولذلك في آيات عديدة يبين أن الحجة لله سبحانه وتعالى على الخلق، وفي نفس الوقت يبين أن الإنسان المعذور الذي لم تقم عليه الحجة الله عز وجل عادل لا يظلمه، ولذلك يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله عز وجل عم يبين عدالته في مثل هذه الآيات، أنه نحن إذا عذبنا فإنما ذلك بمقتضى العدالة الإلهية، لأن الحجة أقيمت عليكم. أما الذي لم تقم عليه حجة أو لم تصله الحجة أو كان مستضعفا، الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أو يقول عندما يذكر الذين يعذبهم يقول: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يجدون حيلة. المستضعف القاصر الله عز وجل لأن الحجة لم تصله لم تقم عليه، هذا يستثنيه من العذاب. لذلك الله عز وجل له الحجة علينا، وقد ورد في الأحاديث أن الله عز وجل أعطى لكل إنسان حجتين: حجة باطنة وهو العقل، وحجة ظاهرة وهم الرسل والأنبياء والأئمة والأوصياء. يعني الإنسان بعقله يدرك الحسن من القبيح. لذلك الشرك مقابل التوحيد، الشرك مما يرفضه العقل، والتوحيد هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. بفطرة الإنسان يرى أنه متعلق بقوة، بإله تدير هذا العالم، هو الذي خلقني وخلق هذا العالم. ولكن كما ورد في الحديث أن الإنسان يولد على الفطرة، ولكن أبويه يهودانه أو ينصرانه. يعني كل ما هو على خلاف التوحيد وعلى خلاف الفطرة هو على خلاف الحجة الباطنة، لا يقول به العقل. ولذلك إذا ذهب إلى غير ذلك يكون بسبب
البيئة أو بسبب الأهل أو بسبب المدرسة أو بسبب الأصدقاء أو ما شابه ذلك. ومن هنا الله عز وجل يحتج علينا. إذا بيجي إنسان بيقول له لله عز وجل إنه أني لم تصلني الحجة، بيقول له عقلك ما بيقول لك إنه الظلم حرام، ليش عم تظلم؟ ما بيقول لك العقل إنه الظلم قبيح والعدل شيء حسن لازم تعمل فيه. ما بيقول لك إنه التعدي على الناس وأكل حقوق الناس والاستهزاء بالناس وظلم الآخرين وأكل حقوق الناس واليتامى هذا من الأمور القبيحة، حتى لو أنت مش واصلك أحاديث ودين وفتاوى وإلى آخره. عقلك ما بيقول لك هيك. ما بيقول لك إنه الإحسان إلى الناس وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمن للآخرين وعدم التعدي عليهم من الأمور الواجبة. طيب إذا أنت ليش عم تسرق وليش عم تغصب وليش عم تزني وليش عم تقتل؟ هو عقلك ما بيقول لك إنه هودي أمور مش منيحة؟ هذه ما بدها دين، ما بدها نبي، ما بدها رسول. كل إنسان مفطور على أن هذا شيء حسن وهذا شيء قبيح. هذه حجة من الله عز وجل، الله يحتج بها على الذين حتى الذين لم يصلهم رسول أو نبي. ما في نقولوا له لله عز وجل نحن ما بنعرف إنه هالشغلة مش منيحة، مع عقلك بيقول لك إنه هالشغلة منيحة وهالشغلة مش منيحة. نعم بقية أمور الدين، أمور كثيرة من الدين لا يمكن الإنسان أن يدركها بعقله، يحتاج إلى من يهديه، من يبين له. لذلك الله عز وجل جعل الرسل، جعل الأنبياء، جعلهم هادين. إنما أنت منذر ولكل أمة أو ولكل قوم هاد. الله عز وجل كل قوم يرسل إليهم من يهديهم. لذلك كانت وظيفة الأنبياء والرسل هو الإنذار والتبليغ والهداية والبيان للناس. هذا السائل يسأل الإمام عليه السلام أنه أنتم ما أنتم غير من أنتم. من أنتم؟ نحن أهل البيت، نحن أبناء النبي، نحن أبناء علي، أبناء هاشم من القبيلة الفلانية. لكن ما أنتم سؤال أعمق، أنه أنتم شو؟ يعني ماذا تمثلون؟ ما هي قيمتكم؟ ما هو مقامكم؟ الإمام عليه السلام ذكر له هذه الأمور. قال: نحن خزان علم الله، ونحن تراجمة وحي الله، ونحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض، يعني على الخلق. طبعا هذا المقطع وأمثاله وما هو أعمق منه وارد في زيارة الجامعة، الزيارة المباركة الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام، اللي تبين فيها مقامات الأئمة. السلام عليكم يا أهل بيت الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول القرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار إلى آخر الزيارة المباركة. يذكر فيها مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه، هم خزان علم الله. لذلك ما من علم الله عز وجل أعطاه لنبي من أنبيائه أو اطلع عليه ملك مقرب إلا وجعله عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. وما أعطاه الله عز وجل لنبيه أعطاه لعلي عليه السلام، فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال عليه السلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. حتى كان يقف على المنبر ويقول صلوات الله وسلامه عليه: سلوني قبل أن تفقدوني فإني أعرف بطرق السماء منها من طرق الأرض. ويأتي إليه إنسان يريد أن يعجز أمير المؤمنين. من هو هذا الإنسان؟ سعد، والد عمر بن سعد. والد عمر بن سعد يأتي إليه يقول: أخبرني يا علي كم من طاقة شعر في رأسي ولحيتي. إنه شو هالسؤال يعني؟ إنه بدو له للإمام إنه بدو عجزه، يعني إنه للإمام إنه أنت بدو له الإمام في مليون مثلا، في 1,500,000. بدو له شو دليلك؟ من كيف بدي يعدهم إلى الشعرات الموجودين بدقن وبراسي؟
هو يعني أراد من هذا السؤال أن يعجز الإمام. ماذا قال له أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال له: إن في فوق أو في كل طاقة شعر من رأسك شيطان يلعنك، وإن في كل طاقة شعر من لحيتك شيطان يستفزك، وآية ذلك أنا راح أعطيك دليل، ما بدي إلا كم في شعر براسك، بس راح أعطيك دليل إنه في ملائكة وشياطين في رأسك وفي الشعر الموجود على لحيتك يلعنوك، وآية ذلك أن في بيتك سخلا يقتل ولدي الحسين في كربلاء. وتحققت هذا الإنباء، وجاء عمر بن سعد وقام بقتل الحسين عليه السلام في كربلاء. لذلك العلم الذي أعطاه الله عز وجل للأئمة عليهم السلام يقول: وكل ما أعطاه الله لنبيه جعله عند علي، وكل ما كان عند علي هو عندنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كانوا هم خزان علم الله. خزان علم الله يعني أي شيء تريد معرفته اذهب إليهم، هم باب الله سبحانه وتعالى، هم عين الله التي يرى بها، وهم يد الله، وهم الأمناء على دين الله وعلى وحي الله. في هذه الأيام طبعا هناك عدة مناسبات تتعلق بهم صلوات الله وسلامه عليه. بعد حادثة الغدير اللي الله عز وجل أمر نبيه أن يوصي إلى علي عليه السلام وقد فعل، وقال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وحشاه أن لا يفعل، وأقام له المقام وأخذ البيعة من المسلمين من النساء والرجال، كلهم بايعوا عليه يوم الغدير، ثم نقضوا البيعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. في 24 من هذا الشهر المبارك، شهر ذي الحجة، كانت واقعتان مهمتان، يعني في سنوات مختلفة. الواقعة الأولى اليوم الذي أو الوقت الذي تصدق فيه علي عليه السلام وهو راكع بخاتمه، وأنزل الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه آية الولاية التي تثبت ولاية علي عليه السلام بنص القرآن الكريم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي ناس بيجوا بيقولوا لك: طيب ليش الله ما نص على علي بالكتاب؟ الله عز وجل نص على علي بالكتاب، نص في آيات عديدة وكانت واضحة لدى المسلمين. وكان علي عليه السلام يعرف في زمن النبي وفي حياة النبي بلقب الوصي. يعني كيف هلأ بهالأيام يقال رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية معين ومعروف، كل العالم بتعرفه، مش مخبى. هكذا كان علي عليه السلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون: جاء الوصي وقال الوصي وذهب الوصي، وعندما يطلقون كلمة الوصي تنصرف مباشرة إلى علي عليه السلام. كان شيء واضح وبين لا يحتاج إلى سؤال. وفي وقائع عديدة النبي صلى الله عليه وآله أوصى إلى علي وبين الوصاية إلى علي وبين أن خليفته علي. لكن الانقلاب صار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. والعلامة الأميني في كتاب الغدير رحمة الله عليه يأتي بشواهد عديدة من الروايات والأشعار والمذكور عند السنة والشيعة في أن ذلك كان مسلما، كان واضح أنه إذا أطلق لفظ الوصي في زمن النبي كان ينصرف إلى علي عليه السلام. حتى أهل السنة يروون بشكل واضح وصريح قوله صلى الله عليه وآله: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وهارون من موسى كان هارون وصيا في زمن موسى عليه السلام،
كان وصيا، وموسى حي في حياته، وهكذا كان علي عليه السلام. هذه الآية أيضا تبين هذا الأمر بشكل واضح وجلي. إنما وليكم، إنما للحصر، إنما وليكم الله، يعني فقط وفقط الولي هو الله والرسول والذين آمنوا. لكن من هن الذين آمنوا؟ كل الذين آمنوا هن أولياء؟ لا، الذين يقيمون الصلاة، أتى بهذا الوصف، ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذه حدثت، واقعة حدثت، وقد طبقها، نزلت في علي عليه السلام كما يذكر المفسرون بشكل واضح وجلي. وأيضا في هذا اليوم، في اليوم 24 كان يوم المباهلة. وأيضا آية المباهلة من الآيات الواضحة والصريحة في أحقية علي عليه السلام بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ليه؟ لأنه في هذه الآية المباركة الله عز وجل يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آية المباهلة قصتها معروفة وحاكينا عدة مرات، أنه لما النبي صلى الله عليه وآله دعا نصارى نجران إلى الإسلام، جاء وفد من النصارى وحاوروا النبي أنه عيسى ليس بشرا وعيسى ليس له أب وهو ابن الله وكذا. الله عز وجل أنزل هذه الآيات: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وآدم بدون أب وبدون أم. لماذا لم تقولوا أن آدم ابن الله؟ والذي يخلق بشرا من ليس له أب ولا أم يستطيع أن يخلق بشرا ليس له أب، هذه أسهل. هذا لا يعني أنه هو ابن الله. ومع ذلك إذا أبيتم تعالوا إلى المباهلة. المباهلة هي عبارة عن يأتي قومان يتباهلون، يعني يتوسلون إلى الله عز وجل، يدعون أن ينزل الله عز وجل العذاب على الكاذب منهما. أنا أدعي دعوة ما أنت تدعي دعوة. النبي يدعي أنه نبي وأنه جاء بدين وأن عيسى بشر، وهؤلاء يدعون أنك لست نبي ودينك ليس صحيحا وأن عيسى ابن الله. هذه الدعوة. خلي الله عز وجل ينزل العذاب على الكاذب منا. واجتمعوا وأخرج النبي، نزلت هذه الآية: أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فكان الأبناء الحسن والحسين، وكان النساء فاطمة، وكانت الأنفس علي عليه السلام. صلى الله عليه وسلم. هود اللي خرج فيهم النبي باتفاق المفسرين، يعني ما حدا من المفسرين بيقول إنه النبي لما خرج للمباهلة كان معه حدا غير هؤلاء. كان علي إلى جنبه، الحسن والحسين بين يديه، وفاطمة خلفه، وجاءوا ووصلوا إلى المباهلة. ولما رأى النصارى أن النبي خرج بأعز أهل بيته قال كبيرهم: إني أرى رجالا أو وجوها لو سألت الله أن يطبق السماء على الأرض لفعل، فلا تباهلوهم فتهلكوا. وجاءوا إلى النبي قالوا: لا نريد المباهلة وندفع الجزية. اتفقوا على دفع ضريبة يعني. وقال النبي: لو باهلوا لما بقي نصراني على وجه الأرض. هودي عرفوا القيمة وعرفوا النبي وعرفوا صدق النبي. والآية تقول: وأنفسنا وأنفسكم. نفس رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب، الذي يكون نفسه نفس رسول الله، يعني له مقام رسول الله، إلا أنه ليس بنبي. هل يمكن أن يكون هناك أحد أحق بالخلافة منه أو أن يتقدم عليه؟ هذه من الآيات الواضحة الصريحة الجلية التي تبين
خلافة علي وإمامة علي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا في 25 من هذا الشهر كانت آيات يطعمون الطعام على حبه، سورة الإنسان التي نزلت في أهل البيت سلام الله عليهم، التي يقول بعض العلماء أن هذه السورة المباركة اشتملت على كثير من النعم الموجودة في الجنة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا إلى آخر النعم التي تذكر. وما من نعمة أو أغلب النعم ذكرت في هذه السورة المباركة إلا حور العين لم تذكر، يقول بعض المفسرين احتراما للزهراء صلوات الله وسلامه عليها. اللهم صل على محمد. لأن هذه الآيات كانت بحق علي والحسن والحسين وفاطمة سلام الله عليهم، هن الذين صاموا 3 أيام، وكلما جاء وقت الإفطار كانوا يقدمون طعامهم لصدقة لفقير يأتي إليهم. ويقول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا من الإكرام لهم صلوات الله وسلامه. تصدقوا يعني بأقل من درهم، تصدقوا برغيف، لكن هذا كان كل ما يملكونه. ويطعمون الطعام على حبه، كانوا يحبون هذا الطعام، محتاجين إليه، جوعانين صايمين، وتصدقوا فيه. الله عز وجل بين لهم هذا الفضل العظيم والمبارك. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اللي في هذا الأسبوع كما قلنا عدة مناسبات تبين فضلهم ومقامهم وكراماتهم عند الله عز وجل، وتبين أنهم أحق بالولاية وبالإمامة والوصاية من غيرهم، نعمة إلهية كبرى. يعني نحن الله عز وجل أكبر نعمة منها علينا بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبنبيه بعد الإسلام هي نعمة الولاية. ما في نعمة بعد تضاهيها مهما حصل الإنسان، مهما فعل الإنسان. لذلك يأتي بعض الناس إلى الإمام عليه السلام وبيقول له يا ابن رسول الله، يعني مضمون القضية إنه أنا إنسان محتاج فقير ما عندي شيء. فيقول له الإمام عليه السلام كيف تقول عن نفسك فقير وأنت تتمسك بولايتنا أهل البيت؟ أنت من أغنى الناس، لو أن أحد أعطاك الدنيا وما فيها هل كنت تتخلى عن ولايتنا؟ فيقول لا أبدا، لا أفعل يا ابن رسول الله. فإذا ما عندك أفضل من الدنيا وما فيها وتسمي نفسك فقير. لذلك الإنسان لازم يعرف قيمة النعم اللي الله عز وجل أعطاه إياها. النعم التي أعطانا الله عز وجل إياها لا يمكن إحصاؤها، لا يمكن عدها، فضلا عن شكرها. كيف نستطيع أن نشكرها؟ يفكر شوي الإنسان